الدرب اللي رسموه زعماء الأداء وفي مقدمتهم الرئيس تحبيب بورقيبة. من مسؤوليات رئيس الجمهورية السهر على ضمان الحقوق اللي أقرها الدستور للأفراد والجماعات والجهات، فإنه من الواجبات اللي أتعهد بها أمامكم وأمام الشعب التونسي بعد نيل ثقة الشعب هي أن أعمل على إرساء تعاون وثيق مع مجلس النواب والحكومة. البطالة، مقاومة البطالة أولويات. الشباب في قلب الوطن، الشباب اليوم مستقبل البلاد، والشباب لازم نخصوا له كل طاقاتنا وكل إمكانياتنا. إن شاء الله بحول الله باش نكون عند حسن ظنكم إن وضعتم ثقتكم فيا يوم 23 نوفمبر القادم. يوم 23 نوفمبر أتعهد التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج بالعمل على ضمان أمن البلاد واستقرارها وصيانة مسيرتها التنموية في كنف الوئام والتضامن الوطني. أننا نكرم أرواح شهدائنا الأبرار من أفراد الجيش الوطني والحرس والأمن ومن المدنيين الأبرياء الذين طالتهم يد الإرهاب الآثمة. نعرف عن شديد أسفنا لانخراط شبابنا في التنظيمات والأعمال الإرهابية في الداخل والخارج بنسق وصور غريبة تماما عن طبيعة الشعب التونسي المتسامح المعتدل المتفتح على مر العصور والأجيال. عاش الأمل عبر استحداث نسق التنمية بكل أبعادها في إطار استراتيجيات ناجعة وخطط محكمة وسياسات عامة وقطاعية هدفها النهوض بالاقتصاد الوطني لتسريع احداثات الشغل وخلق الثروات وتوزيعها التوزيع العادل بين الجهات والفئات والأفراد. أتعهد من جهة أخرى على حسن استغلال مواردنا الطبيعية وضمان التوزيع العادل لثمارها بين الجهات وسائر الشرائح الاجتماعية. كما ألتزم في هذا الإطار بأن أجعل في مقدمة الاهتمامات تحقيق الانتشار الأجدى بالنسبة للمؤسسات الصحية والاستشفائية مع توسيع مظلة التغطية الاجتماعية طبقا لأحكام الدستور. يدا واحدة لنحقق الحلم التونسي بأن نكون في الصفوف الأولى من هذا العالم، هذا الحلم الذي يحرك نضالات أجيال متعاقبة من التونسيين وبإمكاننا تحويله إلى حقيقة بالتضامن والصدق والتفاني في خدمة هذا الوطن العزيز. من أجل بناء المستقبل المشرق إكراما لتضحيات الشهداء الأبرار وإيفاء بالدين تجاه الوطن العزيز وتطلعات كل الجهات والفئات ولا سيما الأجيال الجديدة اللي لن تحترمنا أبدا ما لم نتوفق في فتح أوسع الآفاق أمامها.